السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم متابعين الكرام بفيديو جديد. وفيديو اليوم جايب لكم القائمة الرسمية لجميع المسلسلات السورية للموسم الرمضاني، حيث يشهد هذا العام عودة قوية للمسلسلات السورية في رمضان 2024. ونبتدي بالقائمة، ولا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل شيء جديد وحصري على القناة. ويلا نبتدي بالقائمة، وأول مسلسل عندنا راح يكون مسلسل ولاد بديعة، واللي راح يكون من بطولة سلافة معمار ومحمود نصر وسامر إسماعيل ويأمن الحجلي ونادين تحسين بيك ونادين خوري وإمارات رزق ونخبة من نجوم الدراما السورية. المسلسل من تأليف الكاتب علي وجيه ويأمن الحجلي، إخراج المخرجة رشا هشام. أما المسلسل الثاني راح يكون مسلسل الصديقات من بطولة سوزان نجم الدين وفايز قزق ونطل الرواس ورنا شميس وإمارات رزق وصفاء سلطان وصباح الجزائري ونخبة من نجوم الدراما السورية. تأليف المسلسل راح يكون أحمد السيد وجودة البيك وإخراج المخرج محمد زهير رجب. أما المسلسل الثالث راح يكون أغمض عينيك من بطولة الفنانة أمل عرفة وعبد المنعم عمايري ومنى واصف وفايز قزق وفاء موصلي وأحمد الأحمد ونخبة من نجوم الدراما السورية. راح يكون من تأليف الكاتب أحمد الملة ولؤي النوري وإخراج المخرج مؤمن الملة. أما المسلسل الرابع راح يكون مسلسل رماد الورد من بطولة وائل رمضان ومحمد حداقي وروعة ياسين وجيني أصبر وعبير شمس الدين وهيمة إسماعيل وباسل حيدر ومحسن غازي ونخبة من نجوم الدراما السورية، وهو من تأليف وإخراج ديانا الفارس. أما المسلسل الخامس راح يكون مسلسل بين أهلي من بطولة أيمن زيدان وصفاء سلطان وجيني أصبر ومديحة كنيفاتي ورامي الأحمر وعبد الفتاح المزين ونخبة من نجوم الدراما السورية، وراح يكون من تأليف فؤاد شربجي وإخراج المخرج تامر إسحاق. أما المسلسل السادس راح يكون مسلسل تاج من بطولة تيم حسن وبسام كوسة وفايا يونان ونور الرحال وإيهاب شعبان وكفاح الخوص وجوان خضر وعبد الرحمن قويدر وفادز غيب ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية. تأليف عمر أبو سعدة وإخراج المخرج سامر البرقاوي. أما العمل السابع راح يكون مسلسل العربجي. بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل العربجي في رمضان العام السابق، قررت الشركة المنتجة إطلاق جزء جديد ليضم إلى قائمة المسلسلات السورية في رمضان القادم من بطولة باسم ياخور وسلوم حداد وديما قندلفت ونادي خوري وطلال مارديني وطارق مرعشلي وحلا رجب وشاد الصفدي وعلي كريم ونخبة من نجوم الدراما السورية، وهو من تأليف عثمان جحا ومؤيد نابلسي وإخراج المخرج سيف إسبيعي. أما المسلسل الثامن راح يكون مسلسل كسر عظم الجزء الثاني، وهو الجزء الثاني الجديد من سلسلة كسر عظم، والذي يضم إلى قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2024 المنتظرة بشدة، حيث يضم مجموعة كبار من نجوم الدراما العرب، كل من عبد المنعم عمايري وفايز قزق وكرم الشعراني ويزن السيد ولا عزام ومرح ديوب ورشيد عساف ومحمد حداقي وأحمد الأحمد ونادين سلامة ووفاء موصلي ونخبة من نجوم الدراما السورية، وهو من تأليف الكاتب هلال الأحمد ورند حديد وإخراج المخرج كنان اسكندراني. أما المسلسل التاسع راح يكون مسلسل الوشم من بطولة دانا جبر ووفاء موصلي ولينا حورانة وعلي كريم وأمانة والي وفاية خطاب وفادي خطاب وعاصم حواط ونخبة من نجوم الدراما السورية، وهو من تأليف الكاتب قاسم الويس وإخراج المخرج عمار تميم. أما المسلسل العاشر راح يكون مسلسل عزك يا شام من بطولة فايز قزق وسعد مينا وحسام تحسين بيك وسحر فوزي وجيني أصبر ووفاء موصلي ولينا حورانة ومحمد حداقي وعبير شمس الدين ونخبة من نجوم الدراما السورية، وهو من تأليف الكاتبة نادين خليل ومحمد حميرة، إخراج المخرج رشاد كوكش. أما المسلسل رقم 11 مسلسل ثمن الخيانة من بطولة رنا الأبيض وجيني أصبر وسعد مينا وعامر علي وأمانة والي وحمادة سليم وحيدر أحمد وعلى باشا وجمال العلي ونخبة من نجوم الدراما السورية، وهو من تأليف وإخراج نعيم الحمصي. أما المسلسل رقم 12 راح يكون الحريقة من بطولة سلوم حداد وباسم ياخور.
أما الأعمال السورية التي تم تصويرها العام الماضي وكان من المفترض تعرض في رمضان السابق سوف تكون جاهزة وتعرض في رمضان 2024، ومن أبرزها مسلسل كانون، وراح يكون من بطولة سمر سامي ومهيار خلدور وميلاد يوسف ورنا الأبيض وهبة نور وسلمى المصري ونخبة من نجوم الدراما السورية، من تأليف الكاتب علاء مهنة وإخراج المخرج أياد النحاس. رقم 14 راح يكون مسلسل مار القبان من بطولة بسام كوسة وسلافة وإخراجي خالد القيش وسعد مينا وحلا رجب ويأمن الحجلي ونخبة من نجوم الدراما السورية، تأليف الكاتب علي وجيه ويأمن الحجلي وإخراج المخرج سيف سبيعي. أما عن الدراما المشتركة بين سوريا ولبنان راح يكون مسلسل على أمل من بطولة مهيار خلدور وماغي أبو غصن وبديع أبو شغرة وإليسا صغيب وعمار شلق ورنين مطر وكارول عبود. العمل الآخر راح يكون مسلسل النسيان من بطولة سينا عبد النور وقيس الشيخ نجيب. وعندنا المسلسل الآخر نقطة انتهاء وهو من بطولة عابد فهد وأنس طيارة وعادل كرم وندى أبو فرحات وصالح الحايك ووفاء طريبة وخالد السيد ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية. أما المسلسل الآخر راح يكون مسلسل نظرة حب، وراح يكون من بطولة باسل الخياط وكارمن بصيص وأمال سعد الدين وهبة نور وجفرا يونس وجمال العلي ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية. أما العمل الأخير راح يكون مسلسل المعمر، وراح يكون من بطولة كاديس بشار ومكسيم خليل وعباس النوري وأنس طيارة ولين غزة وجرجس جبارة وحسين عباس ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية. واحنا هنا نصل إلى الختام. لو عجبك هذا الفيديو أتمنى من حضرتك تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلك كل شيء جديد وحصري على القناة. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد، مع السلامة.